في احساس جالي امبارح، حسيت اللي هو زي الاشاره اللي هو لا ده ما يتعداش كده، بدل حسيتيه لا انت في حاجه لازم تاخدي قرار فيها. او عارفين لما يجيلكوا احساس معين وتحسوا اللي هو لا ده ما يتعداش زي باقي الحاجات اللي بنحسها او زي المواقف اللي بنمر بيها، لا احنا محتاجين ناخد قرار، لانه لا انا مش عايزه احس كده تاني، مش عايزه احس نفسي في الموقف ده تاني. فنرجع بالزمن لامبارح، رحت المول اتفرج على فيلم جوان اللي هو بتاع شاروخان. خلاص رحت الساعة 7:10 كنت في السينما، فبقول له عايزه احجز، فراح قال لي سولد اوت، مفيش اماكن خالص. فطبعا اتضايقت، انا باجل الفيلم ده بقالي كتير قوي، في الاخر يوم ما اروح يكون ماليش مكان. طب هعمل ايه؟ اتمشيت في المول، حظي كان في بازار، فقلت طب حاجه حلوه ممكن حاجه تعجبني. فرحت بجد، هتكلم بجد يعني، قولوا لي انتوا بتفكروا كده، قولوا لي فعلا انتوا بتفكروا كده ولا في انا حاجه مختلفه. لما مثلا الاقي الخاتم ب 250 300 جنيه، طب انا لو عايزه اجيب خاتمين ويا سلام، مش يا سلام ده، يا سلام لو جبت خاتمين والاساسي ان انا اجيب مثلا ايه، بريسلت، انسيال، حلق، سلسله، انا عامله بيرسينج عايزه اخد كذا حلق، فالحسبه تخش لها في كام، في كام، 1500 2000 علشان عايزه اجيب اكسسوارات. طب انا لو هجيب 1500 2000، طب دي كده عارفين اللي هي كماليات مش اساسيات. عايزه اجيب، انا لو هجيب بس كماليات ب2000 جنيه مثلا، انا المفروض اقبض كام علشان اجيب الاساسيات بالكماليات، واللي هو ممشيش وحاسه ان انا نفسي في حاجه ومش عايزه اجيبها، مش قادره اجيبها، لا انا عايزه اجيبها بس هو مش قادره اجيبها. فالاحساس ده ضايقني، انا بقيت حاسه ان هو عايزه اروح البيت اقفل على نفسي واشوف بقى ممكن اعمل اعبر عن اللي ضايقني ده ازاي، باي طريقه بقى. وهل انا عاطله؟ لا انا بشتغل، بس برضو مش اللي هو يخليني ادفع 2000 جنيه. طب انا المفروض كده اقبض كام علشان فعلا ال 2000 جنيه دول بالنسبه لي يبقوا ولا حاجه علشان اجيب باقي الحاجات عادي. الفكره كمان ان المول كان زحمه، فالناس اللي بتشتري في المول انا بقى هين عليها اسالهم انتوا بتشتغلوا ايه، طب انتوا بتقبضوا كام، فاللي هو في ايه، انا عايزه افهم انا ايه اللي بعمله غلط. فهل انا كده سلبيه؟ لا خالص، انا عرفت عندي عيب فين ومشكله فين. فحسيت اللي هو لا، انا كده كده مش من النوع اللي هو ايه اجيب مثلا ب70 جنيه كوبايه قهوه الصبح، وانا ممكن ب70 جنيه دي اجيب علبه اشرب منها شهر مثلا في البيت. ما بفكرش بالطريقه دي، انا مش مبذره خالص. بس كمان الاسعار دي هتعلى مش هتقل. فسؤال بقى للناس اللي بتتفرج، البنات تحديدا، مش حاسه انك عايز تبقي ريتش مان؟ عارفين الاغنيه بتاعت توم بوي؟ مش بقولكوا تبقوا توم بوي، بس اللي هو تبقي financially stable، تبقي مرتاحه ماديا. احنا بنسمع الحاجات دي في التلفزيون وفي الافلام الاجنبي اكتر حاجه، اللي هو ايه، لازم تبقي بلا 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 وومن، لازم تشتغلي وتعملي فلوس كتير وتبقي financially stable، وبعد كده كل حاجه حلوه وبعدين هتيجي. احنا بنقعد نقول كده ونردد كده، بس اكشلي انا ما شفتش حد بيعمل كده في حياته. ممكن الاقي حد على الانستجرام، بس البنات دول اصلا بيبقوا عايشين في دبي، بيبقوا مصريين وعايشين بره، لكن اللي حواليا بيتكلموا بس. فالموضوع ده محتاج يتغير، سواء عندي واللي عندي اللي بيفكر زيي. شايفين ان احنا ممكن نأثر على بعض؟ يعني لو عندك واحدة صاحبتك ممكن تفكر بالاسلوب ده، ممكن تقترح عليها الموضوع وتشجعوا بعض ان انتوا شوية شوية في يومكم يبقى مثمر، تتعلموا ازاي الانتاجية، علشان دي الستبس اللي بتخلق في الاخر رجل اعمال، او اللي هو واحد بيفكر كويس، والافكار الكويسه هي دي اللي بتعمل فلوس، مش انك تبقى موظف. في واحد عمل كومنت حلو قوي على التيك توك، البنت كانت بتسوق عربيه لاكجري خلاص، فواحد عامل كومنت بيقول خلاص حاضر هقوم اذاكر. لا هو كومنت يضحك. في واحد بقى تحفه رد عليه بيقول له المدرسه بتطلع موظف مش رجل اعمال، ودي جمله تحفه، اللي هو فعلا هو ايه اهميه المدارس والجامعات. هو اللي بيكسب منها فعلا صاحب المدرسه والجامعه، هو اللي بيميك ماني. لكن الناس هي فعلا مش داخله عشان تتعلم، ولو داخله عشان تتعلم المناهج بحسها بقت اي كلام، بجد بقت اي كلام، بس الناس مش داخله عشان تتعلم،
هي بتدخل علشان البنت عشان يبقى اسمها متعلمه ما يبقاش اسمها جاهله، even though انت لو اتكلمت معاها هتحس انها مش مثقفه. وانه الولد علشان لما يخش البيت عشان اسمها ايه، داخل الباب من بيته، البيت من بابه يقول للاب انا واخد شهاده كذا. that's what I think. فبجد لو مختلفين في اي حاجه قلتها من الاول لغايه دلوقتي please tell me. بجد انا عايزه اتناقش كده مع ناس، عايزه اتناقش مع بني ادمين في الموضوع ده. خلاص مفيش يعني اكبر من اليوتيوب اتناقش فيه. فليه نفضل نهزر الكلام ده بقى ليكوا؟ انا اوريدي ما بعملش كده بس ليكوا. ليه نفضل نهزر نقول ده احنا في اخر الشهر لا مش هنجيب حاجه؟ طب ليه طب انت عارفه المشكله فين؟ بتتريقي عليها ليه وما بتحليهاش ليه؟ وفي الاخر نحط ايدينا على خدنا انا حياتي ومش حياتي وفلوسي قليله وبتاع. طب ما انت عارفه المشكله فين وبتتريقي عليها، طب ما تصلحيها انك تصرفي بمعدل معين في الشهر وتشوفي فعلا انت محتاجاه ولا انت مش محتاجاه. وراهن انك بتدفعي 500 جنيه مثلا في بادي لوشن انت ما بتستخدميهوش وعارفه ان هو ريحته ما بتثبتش. طب ليه؟ باث اند بادي وركس يعمل اي تخفيضات حتى لو احنا مش عايزين، حتى لو احنا اصلا عندنا بنات بتروح تشتري. انا لحد دلوقتي ما اشتريتش من عنده حاجه، بس فكره ان انا ما اشتريتش من عنده حاجه يبقى انا كده مش معايا. انا مستنيه يكون دخلي يناسب ان انا فعلا ادفع 600 جنيه ولا 700 جنيه في شمعه، لكن دخلي ما يخلينيش ادفع 600 جنيه في شمعه. احس ان انا لا ده مش منطقي. لما ابقى financially ابقى اعمل حاجه زي كده، اكون بقبض مرتب عادي والدنيا اصلا بتغلى بالشمعة اللي ب 600 جنيه والبادي اللي بكذا انا حتى ما اعرفش رينج الاسعار بس عارفه ان هو غالي قوي، والبادي لوشن اللي بكذا وبرده لما سالت واحده طب ايه حلوين ريحتهم بتثبت، ضحكت وقالت لي لا ريحتهم ما بتثبتش، بصراحه اجيب منهم برده. فاحنا بقينا بنضحك وبنستهزأ بكل حاجه لحد ما بقينا احنا نكته في نفسنا، بننكت واحنا شخصيا بقينا نكته ومفيش حاجه كده. تحسك انك بتتكلم مع واحد عاقل، واحد تاخد منه نصيحه. فاللي هو خلاص انا مش هلجأ للي حواليا، انا هلجأ لليوتيوب واشوف الناس اللي بتفكر زيي. عايزه اجيت اكسبوزد للناس دي، عايزه افكر، عايزين نلاقي حل، عايزين اللي هو نبقى احسن من امبارح. لكن طول ما انا كده محلك سر واللي حواليا مش بيشجعوا، فكرة كده انا ماليش دعوه باللي حواليا، بس لو هم اثروا عليا بس عشان تبقوا عارفين يبقى انا اللي خليتهم ياثروا عليا. لكن مقولة الصاحب ساحب دي انا لا اؤمن بيها على الاطلاق. here's why. انا دلوقتي لا نقول ان انا دلوقتي depressed او مكتئبه او متضايقه او حاسه ان الدنيا ما فيهاش امل، اللي هو انا بعمل ايه؟ فطبيعي لما الاقي واحده بتشرب مخدرات او سجاير حاسه ان عايزه اروح افضي الكبت، عايزه اروح افضي الكبت ده بان انا اقلدها. خلاص انا اللي سامحت نفسي. هل هي ضربتني على ايدي؟ لا، ده بالعكس، ده حتى في المسلسلات محدش بيضرب التاني على ايده، هو بيقولوا بطريقه اللي هو روشه خالص. طب جرب يا عم مش هتخسر حاجه، طب دوق مش عارفه ايه، طب هي واحده بس ومش هديك تاني. هل ضربه على ايده؟ لا، ده بيقوله بكل لذاذه. وبيجرب ولا لا؟ بيجرب، عشان هل كان تحت تهديد السلاح؟ برضو لو مكتئبه او depressed او ما عنديش امل وحاسه ان انا ماليش لازمه في الحياه. بس قبل ما اكتئب كده انا كان عندي مبدا ان انا عمري ما اعمل حاجه غلط. وراحت واحده صاحبتي قالت لي 1 2 3. انا لو ثبت على مبدئي وشخصيتي انا محتفظه بيها، وديني المفروض برضو بيضيف للبني ادم شخصيه ورأي، معتزه بالحاجات دي ومحترمه نفسي ان انا اسمع كلام المبادئ بتاعتي ما غيرتهاش عشان واحده بتعمل حاجه غلط، واللي هي انت فين مبدئك وشخصيتك ودينك وكل الحاجات دي، الاساسيات والبيزكس عندها مش موجوده. فانا رحت لغيت كل ده عشان اسمع كلامها، وافرض برضو ما ضربتنيش على ايدي، يبقى انا كده اللي بخلي اللي قدامي ياثر عليا ولا هو اللي بيأثر عليا؟ وانا مش عارفه عملت كده ازاي. ده هبل. ما تقولش الصاحب ساحب خالص. اعرف ان انت شلت شخصيتك ومبادئك واحترامك لذاتك علشان تروح تسمع كلام اي حد تاني. في الاخر عايزه اقول لو انت حاسه ان انت عايزه تبقي ريتش مان، ليه ما تبقيش ريتش مان؟ ناقصك ايه علشان تبقي زي البنت اللي انت بتحبيها على التيك توك او على الانستجرام وطريقه حياتها والستوريز اللي بتنزلها what she lives every day وبلا بلا بلا الحاجات دي؟ ليه؟ حاسه ايه ناقصك؟ طب انت لو مش واصله الليفل بتاعها، انت بتضايقيش انت مش واصله الليفل بتاعها، ماشيه كده عادي. واللي حواليكي ما اظنش برضو اللي هم
حاجه زيها، لان انت لسه في الليفل العادي. ولو كانوا هما زيها كانوا انت اكيد بدل دي حاجه بتحبيها كنت هتقلديهم، كانوا مصيرهم ياثروا عليكي وتبقوا انتوا الاثنين فوق. بس لا، اللي حواليكي اللي هو برضو ايه، زي اي حد، ومفيش اكتر من اي حد. الناس العاديه، الصفات بتاعت الناس العاديه والاسلوب الحياه بتاع الناس العاديه مفيش اكتر منهم في الحياه. فاللي هو ليه ما نطلعش بره الصندوق؟ ليه ما نتعبش شويه ونحاول نخترق البيئه اللي شبه بعضها ونبقى احنا حاجه تانية؟ عارفين دي من احلى الاحاسيس ان الواحد يحسها، ان هو يبقى ناجح، ان هو يبقى الناس تشاور عليه، الناس تحب تقلده. انتي نفسك هتتاثري بده، ان انتي الناس شايفاكي قدوه وعايزه تقلدك، وان انتي وصلتي لحاجه الناس كلها عايزه توصل لها. ده احساس هيبسطك فوق ان انتي اصلا مبسوطه بنفسك باللي انتي وصلتي له. فانتي ليه مستخسره ده في نفسك؟ لو عايزه تبقي rich you can be rich، بس مين اللي هيبدا؟ محدش غيرك. هل حد هيبدا لك؟ لا. لو انا قلت لك حد هيبدا لك برضو انتي مش هتقتنعي يعني، صح؟ احساس تحسوه ويضايقكوا ده معناه انتوا او الذات العليا او ايا كان، فهي احساس تحسوه ويضايقكوا وتحسوا اللي هو لا انا مش عايزه احس كده تاني. ما نحطش ايدينا على خدنا ونقول الاحساس ده بيضايقني ونبقى متضايقين ونستنى حد يخرجنا عن المود ونرجع للحياه عادي. لا، انت في مشكله عقلك بيقولك انك المفروض تحلها. انت بتعمل ايه؟ انت بترجع ورا بان انت بتتعامل مع حياتك عادي كده مفيش حاجه حصلت. وفكره انك تحط ايدك على خدك كل ما تتضايق دي انت بتعود نفسك انك قماص. ايه شغل القماص بجد يعني؟ بتتقمص يعني. حتى الجمله مش لذيذه وانا بقول لك قماص او قماصه. ليه؟ شغل عيال، صح؟ I'm sorry بس شغل عيال برضو. فدي الطريقه بتاعت الناس اللي تاخد بيها ازاي تتعامل مع المشاكل. فخلي بالك علشان ما تبقاش كده، تبقى في الاخر نيجي نشاور على الناس الناجحه ونقول احنا مش زيهم ليه. اللي هو قال يعني انت اللي ناقص. لا، انت مش ناقص، انت بس ما خدتش الخطوه. وقد ايه اهم حاجه واول حاجه هي انك تاخد الخطوه. ده يبقى في فيديو تاني. بس كده اتمنى ان حد يكون اتضايق، عشان اللي بيتضايق ده ساعات بيحس اللي هو ايه، لا انا مش عايزه احس كده تاني، انا عايزه اخد الخطوه. فاتمنى تكون اتضايقتوا. وحشه صح؟ طب اتمنى تكونوا انبسطتوا وغيرتوا، عايزين حسيتوا ان انتوا عايزين تغيروا طريقه التفكير، عشان انتوا عارفين طريقه التفكير دي مش هتجيبنا لقدام، هتجيبنا لورا، او هتخلينا محلك سر. واوحش حاجه تفضل محلك سر يعني. حتى لو جيت ورا انت ممكن اللي هو لا انا بقيت وحش خالص، انا عايزه اجيب قدام. اللي هو محلك سر، انت مش حاسس بحاجه، مش حاسس انك بتغرق. فاللي هو هنا ورا مين. في الاخر ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام. ممكن تقولوا لي ان انتوا جيتوا من الفيديو ده تحديدا علشان احس اللي هو ايه، ده حد عايز يغير طريقه تفكيره، ده حد مختلف مش راضي باللي هو فيه. هتفرق عن اي فولوور تاني. بس حاول انك ما ترضاش بقليلك كده. وشكرا ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر.